عمرك سألت نفسك فين باقي عائلة صدام حسين؟ بعد سقوط نظام صدام حسين في عام 2003 تشتتت أفراد عائلته في مختلف البلدان العربية والعالمية، وهنبدأ بمصير عدي وقصي صدام حسين، ودول يا سيدي تم قتلهم في مواجهة مع القوات الأمريكية في الموصل في عام 2003. أما رغد صدام حسين الابنة الكبرى فبتعيش حاليا في عمان بالأردن مع أبنائها الخمسة علي وصدام ووهج وحرير وبنان. الحكومة الأردنية بتدعمهم زي جوازات السفر ورواتب شهرية ومنزل، وبرغم ابتعاد رغد عن السياسة إلا إنها الوحيدة اللي بتدافع عن إرث والدها وبتواجه تهديدات أمنية باستمرار. رنا صدام حسين الابنة التانية برضه بتعيش في عمان بالأردن مع أبنائها الأربعة أحمد وسعد وحسين ونبعة، ورنا بعيد عن الأضواء تماما. حلا صدام حسين الابنة الأصغر هي الجميلة اللي انتم شايفينها دي، بتعيش في قطر مع والدتها ساجدة، وساجدة دي الزوجة الأولى لصدام حسين وكانت ملقبة بسيدة العراق الأولى. حلا متزوجة من الضابط العراقي جمال مصطفى عبد الله السلطاني التكريتي. مصطفى ده كان ضابط وبيعمل في جهاز حماية الرئيس صدام وسكرتيره الثاني، تم سجنه لمدة 18 سنة وأطلق سراحه في عام 2021. علي صدام حسين وده ابن الرئيس صدام حسين من زوجته الثانية سميرة الشهبندر، بيعيش مع أمه في كندا إلى الآن. في أقاويل بتقول إن هو ابنه، وأقاويل تانية بتنفي الكلام ده خالص. أحفاد صدام حسين عددهم 15 حفيد، بعضهم بيعيشوا في الأردن وقطر، بيتلقوا دايما عروض غربية للاستضافة مقابل التشهير بصدام، لكنهم دايما بيرفضوا، عايزين يحافظوا على حياتهم بشكل طبيعي بعيدا عن الأضواء، وإلى الآن بيتلقوا تهديدات أمنية باستمرار، ولذلك حريتهم محدودة. زي باقي عشيرة صدام بعد ما سقط النظام أغلبهم بيعيش في إقليم كردستان، وفيهم اللي هرب بره العراق ومش قادرين يرجعوا مسقط رأسهم في العوجة بسبب اعتبارهم أعداء للنظام.